السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم متابعيني. اليوم رح نجهز مع بعض معروك رمضان بعجينة رائعة كتير، ورح نعمله بثلاث حشوات مختلفة. رح نشوف المكونات ونشوف طريقة التحضير. بحتاج 2 كأس حليب سائل يكون دافي، وكأس زيت، 3/4 الكاسة من السكر، وكاسة جوز الهند. أنا هون أخذت الكوب المقاس عيار الكاسات، ممكن تاخدي أي كاسة متوفرة عندك، و2 بيضة بحرارة المطبخ، ومعلقة كبيرة حبة البركة، ونص معلقة محلب، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، ومعلقة ونص خميرة فورية، وكيلو طحين. بالنسبة للحشوة أنا عندي هون زبيب نعقته بشوية مي، وعندي سمسم مشان نرشه على الوجه، وقطر بارد. هي المكونات. أول مرحلة رح أطحن المحلب مع معلقة طحين، بضيف الخميرة معلقة ونص خميرة، ومعلقتين سكر. بضيف الحليب هون لازم يكون دافي، ما يكون سخن كتير ولا يكون بارد، لأني رح يعطيني نتيجة عكس ما أنا بدي أنا الخميرة تتفعل عندي وتشتغل وتختمر معي. بغطيها وبخليها على جنب لحتى تختمر. هلا بضيف الجوز الهند والسكر والمحلب المطحون، بضيف الحبة البركة والبيكنج باودر، وبخلط المكونات كتير منيح. بضيف الحليب لازم يكون دافي، والزيت. بضيف بيضة وبخفق، وبرجع بضيف البيضة التانية بهذا الشكل. هيك تمام. بهالأثناء الخميرة عندي اختمرت، شايفين صارت على الوجه فقاعات وصارت مطاطية. بضيفها على الخليط وبحرك كتير منيح. بالنسبة للطحين باخد كاسة بنخل كتير منيح الطحين، وبحرك بواسطة المعلقة بهذا الشكل. كتير ضروري نخل الطحين بهالمرحلة. بكرر العملية لحتى أحصل على عجينة طرية. هلا بهالأثناء بشيل المضرب على جنب، وبلش بعجن بإيدي بهذا الشكل. لسه العجينة عم بتلزق بإيدي، فهذا دليل العجينة لسه بتحتاج طحين. بعجن كتير منيح لحتى ينضف معي الطبق، ما يضل أبدا سوائل أو أي بقايا من العجينة. برش طحين وبنزل العجينة على سطح العمل، وبلش بعجن فيها كتير منيح بهالطريقة. طبعا هون إذا احتاجت معي طحين برجع برش وبعجن. هون لسه عم بتلزق معي، فهذا دليل لسه عم بتحتاج شوية طحين. بالنسبة لعجينة المعروك، كل ما عجناها أكتر كل ما رح نحصل على نتيجة رائعة للعجينة. ملاحظين عم باخد العجينة وبرفع على الأعلى وبضربها على سطح العمل، وبرجع بعجنها. تاخد معي 10 دقايق إلى ربع ساعة عجن.
بدهن الطبق شوية زيت وباخد العجينة وبغطيها وبتركها لحتى تختمر ويتضاعف حجم العجينة. بعد مرور ساعة أو حسب الجو عندك ممكن ياخد معك ساعتين، شايفين العجينة اتضاعف حجمها واختمرت وصارت تمام. باخد جزء من العجينة أو حسب حجم القرص اللي بدك تعمليه، برش شوية طحين على سطح العمل وبفرد العجينة على شكل قرص دائرة، وبعدها بفرده بواسطة الشوبك بهذا الشكل. هذا الحجم المطلوب للقرص. طبعا أنا هون ما سمكت العجينة كتير ولا رققتها. بدهن الصينية شوية زيت وبفرد القرص بهذا الشكل. بالنسبة للحشوة أي شي بتفضليه فيكي تحشي المعروك، أنا هون اخترت جبنة الموزاريلا. برجع باخد جزء من العجينة وبرش شوية طحين وبفرد على شكل دائرة نفس القرص السابق بهذا الشكل. ملاحظين سماكة العجينة لا هي كتير سميكة ولا هي كتير رقيقة. باخدها وبحطها فوق الطبقة الأولى بهذا الشكل. بحاول أسكر الأطراف كتير منيح مشان أثناء الخبز ما تطلع الحشوة لبرا. هون رشيت شوية سمسم مع حبة البركة على وجه القرص وبرجع بغطي العجينة وبتركها لحتى تختمر. عندي هون الزبيب يلي كنت نقعته قبل بساعتين، بصفيه كتير منيح من المي وبضيف عليه 4 معالق جوز الهند، وطبعا القطر البارد. يعني ما في عيار محدد للقطر، مجرد بس تصير عندي عجينة. باخد جزء من العجينة وبفردها بهذا الشكل. طبعا انتو اي شكل حابين تعملوه فيكن تساووا. وباخد الحشوة يلي عملناها مع بعض، حشوة الزبيب مع جوز الهند والقطر. بمسح ايدي بالمحرمة وبسكر الاطراف كتير منيح بهذا الشكل. وباخد العجينة وبحطها على صينية ممكن مدهونة شوية زيت أو مفروشة ورق زبدة. طبعا الطرف اللي سكرته بحطه من أسفل من تحت من العجينة مشان ما تطلع معي الحشوة. هلا بدي أعمل شكل ثالث للعجينة. بدي أعمل شكل الضفيرة. بقص 3 أجزاء نفس المقاس من العجينة بهذا الشكل، بفردها على شكل رول. هلا رح أعملها على شكل ضفيرة. أنا هون أثناء الضفرة أو الضفيرة شوي خربطت، بس الحمد لله المرحلة هي عدت. نفس الطريقة باخد العجينة وبحطها بالصينية وبتركها لحتى تختمر. أهم مرحلة هي مرحلة الفرن، لازم يكون محمى مسبق على درجة حرارة 200 على رف الوسط. أول ما بتاخد العجينة من تحت لون ذهبي فاتح بهدي النار على أقل شيء وبشغل من فوق لحتى تحمر وجه العجينة وأتأكد إنه استوى معي المعروك. هلا هون بعد ما خلصت الخبز من الفرن دهنت الوجه قطر بارد. رح أقطع المعروك مشان تشوفوا كيف مستوي من جوا ماله معجن.
هذا شكل النهائي للمعروك. بتمنى تجربوا طريقتي وتعطوني رأيكم، وبتمنى منكم تدعموا قناتي لحتى تكبر فيكم.